السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل أحلى بلح شام ومكونات بسيطة جدا، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحلى طبق بلح شام هتعمليه في رمضان. تعالوا نشوف المقادير مع أم ياسين. النهارده يا جماعة في مكوناتنا بقى نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بتاعتنا 2 كوب مية، نفس مقادير الكوباية هنعمل بيها كل المقادير بتاعتنا. كوبايتين مية وكوبايتين دقيق وبيضتين، بس انا جايبة بيضة هنا بصفاين، لو البيض العادي يبقى بيضتين، ومعلقتين زيت كبيرة، معلقة الأكل بتاعتنا بتاعت الرز دي احنا حطينا منها معلقتين، وزيف فانيليا ورشة الملح. دلوقتي يا جماعة هنتنقل بقى للبوتاجاز بتاعنا. احنا حطينا الحلة بتاعتنا او كسرولة او حاجة صغيرة بتاعتك، حطيتها على النار. كوبايتين المية بسم الله، حطينا المية وبعد كده معلقتين الزيت بسم الله. هنسيبهم يا جماعة يغلوا خالص لحد الغليان كده، وبعد كده هنرجع له. بدأت تغلي اهي. هنحط بقى الكوبايتين، هنحط كوبايتين الدقيق ونحط عليهم كيس الفانيليا وبسم الله. يبقى حطينا كوبايتين المية ومع معلقتين الزيت، وهنحط دلوقتي بعد ما يغلي خالص هنسيبه يغلي، وهنحط الفانيليا او باكو الفانيليا الصغير ده اللي في المحلات، وهنحط عليه كوبايتين الدقيق، وناخد المعلقة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله هنحط على طول بسم الله، وهنقلب كده يا جماعة على طول. بسم الله. بس يا جماعة احنا هنقفل كده بعد ما لمينا كله يدخل في بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وهندخل الدقيق وهندخل المية والفانيليا كله مع بعض. وهو يا جماعة بعد ما شلناه من على النار حطينا المية وغليناها بالزيت، وحطينا عليها الكوبايتين الدقيق، وقعدنا نقلبها جامد جامد. اول ما نزلت من على النار كده نقلبها جامد ونحط عليها، حطينا رشة الملح كمان. ودلوقتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنحط البيضتين. البيض اللي معايا بصفاين يبقى بيضة واحدة، لو البيض العادي اللي في المحلات يبقى بيضتين يا جماعة. ماشي بسم الله. هنقعد بقى نقلب كده جامد عشان ندخل البيض كله في العجينة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل بقى كل ده قبل ما تبرد يا جماعة. عايزة بقى تدخل تعجنها بايديك. هنعجنها بايدينا. العجينة بتاعتنا اهي بعد ما لميناها بالبيض. ممكن تدهني ايديك حبة زيت علشان تقدري تمسكي العجينة. وحطينا الزيت على النار بنقدحه اهو عشان هنحطه في القمع بتاعنا. هنحطه في القمع وهنعمله قدامكم كله. وقبل ده كله وقبل ما اشتغل عملت الشايبات بتاعتي. عملت كوبايتين سكر وكوباية مية وحطيتهم على النار يا دوبك غلوا شوية، غلوا غلوتين كده، وحطيت عليهم نص ليمونة غلوا غلوتين يا دوبك، بس 10 دقايق على النار كده. كل الشايبات خد 10 دقايق، ورحت قافلاه وخليته يبرد شوية. هنحط العجينة بتاعتنا في القمع دلوقتي، وحطينا البلبلة بتاعته، وهنبدأ بقى نشكل زي ما حضراتكم شايفين كده على حسب البلبلة بتاعتكم بتاعت القمع. رفيع بقى تخين، كل بقى ما يتحمر يا جماعة نديله بس اللون الحلو بتاعه، وبعد كده نبدأ نشيله يا جماعة زي اللون الحلو ده احنا عايزينه كده.
ونسيبه لحد ما يتحمر خالص. ماشي، دول برضو كذلك. بصوا يا جماعة الشكل والمنظر. احنا عاملين بقى الشايبات بتاعتنا يا جماعة، هناخدها ونحطها على الشايبات اهو. بسم الله ما شاء الله. اول ما طلع بقى من الزيت، بصوا الواحدة. دلوقتي بقى هنحطه في الشايبات بتاعه، لحم السكري وكوباية مية، ويدوبك يغلي غلوة كده، وبعد كده نحط عليها نص ليمونة، وبعد كده تغلي غلوتين 3 كده، وبعد كده نقفل عليها، ويبقى كده الشايبات بتاعنا جاهز. ودلوقتي هنحطه بقى ايه في الشايبات وهنرجع لكم. بصوا يا جماعة وهو على النار، لا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. عندنا بس اللي احنا ايه نقلبه كده علشان يتحمر من الايه. معلش اعذروني من البيض اللي عندي. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويدعى عليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين باليمن والبركة. اخية الطبق بتاعنا يا جماعة، وما تنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. واي حاجة في المقادير واي حاجة عايزين تستفسروا عليها اكتبولي في التعليقات تحت وانا هرد عليكم على طول. وده كل سنة وحضراتكم طيبين. وهتلاقي الحلو كتير على القناة، الكنافة والمدلعة والبسبوسة. بحبكم في الله.